واحد دوكا كتب كومونتير قال لي اهضر على الدول المطبعه مع الكيان الصهيوني. حنا ما طبعناش، وحنا رانا ندعموا في القضيه الفلسطينيه، والنظام الجزائري واقف مع القضيه الفلسطينيه. شوف اخي العزيز، صدقني نقولها لك بدون مجامله بلا ما نحشم منك ما هو. نتايا وانايا وحنا الجزائريين اسوأ مثال لدوله مستقله. لانه الفلسطيني لو كان تقول له باللي كي تستقل وتحرر بلادك من الكيان الصهيوني راك راح تعيش كيما الجزائري، راك راح تعيش حياه كومبلي، مشتاق تاكل اللحم، مشتاق تاكل الدجاج، مشتاق تاكل العدس. ما نهضرلكش على السيارات الفخمه اللي يكسبهم الفلسطيني والحياه الرفاهيه اللي عايشها. تولي في الصيف تقطع عليك الكهرباء، الماء بال15 يوم بالشهر ما يجيكش، يعني البوليسي يعفس لك على راسك، السيركيلاسيون، الحقره، القمع، ما كاش حريه التعبير، ما كاش الحريه الماليه، الاشتراكيه اللي خمجت عقول الشعب، ولا الشعب الاشتراكيه هذه اللي جعلت قتلت روح المبادره والتنافسيه، وغلق للاقتصاد، غلق لعقول الناس، رجعت الشعب يعني يدير السحور، يروح للمقابر، يلصق في الجنون باش غير يحطم جاره، باش يحطم مانيش عارف انا فاميلته وكذا. خلقت كراهيه ما بين الشعب. النظام هذا خلق كراهيه ما بين الشعب ولا يكره بعضه الى درجه انه يعني يخرج اسوأ ما فيه بسبب حاجه بسيطه، يعني حاجه بسيطه تلقاه يسبك، يشتمك. شعب ولا عنفي بأتم معنى الكلمه بسبب النظام وسياسه النظام والغلق تاع النظام. اباك تروح تشوف ناس عاشوا في حروب، سوريين، افغان، تلقاهم هادئين علينا بزاف. علاش؟ بسبب النظام الجزائري خلق مواطن النار شعله فيه، مواطن يعني لاهب بسبب السياسه تاعو. على بالك نتايا اسوأ مثال، انا ونتايا والجزائر اسوأ مثال لدعم فلسطين، واسوأ مثال ليقال انه دوله استقلت وتنعمت بطعم الاستقلال. حنا لم نتنعم بطعم الاستقلال يوما. حنايا درنا ثوره، قالت لنا فرنسا راكم ربحتوني، راحت فرنسا حكمونا عملاء، ذوقونا الويلات، داروا فينا واش ما دارتش فينا فرنسا. ونتحداك بالارقام الى القتل. النظام الجزائري قتل تقريبا 1,000,000 شخص. الاعتقال والتعذيب، النظام الجزائري عذب بالاساليب الفرنسيه واكثر من الاساليب الفرنسيه. الجوع، النظام الجزائري راهو معيشك في الجوع، يعني تشتاق اللحم وتشتاق ابسط يعني المواد الغذائيه تشتاقها اللي الفلسطيني يعني يستهلك يعني كميه معتبره من اللحوم انت ما تحلمش بها كاع، انت تاكل اللحم مره في العامين ولا. النظام الجزائري هذا يعني سرق الثوره. انت ثورتك راهي مسروقه، وراك تتكلم على تحرير فلسطين. اعطي لي يعني دليل واحد على انك عايش في دوله مستقله. اعطي لي حريه راك عايشها. ماكش عايش، انت تحلم تعيش في دوله المستعمر. انت كيفاش 132 سنه استعمار، الشباب يموتوا في البحر من اجل ان يعيش في دوله المستعمر السابق اللي قتل 9 ملايين جزائري. اذا انت تقول للفلسطيني انه تتحرر تولي عايش كيما انايا، يقول لك ينعلبوها حريه، نقعد تحت الكيان الصهيوني وما نتحررش ونعيش هذا الذل هذه وهذا لانه على بالك الذل لما تشوفه من مستعمر تموت في سبيل الله تدخل للجنه، بصح الذل لما تشوفه من واحد يحمل جنسيتك ويكذب عليك عينك ويقول لك انا حفيد المجاهدين وحنا جبناكم استقلال وعايشك في الذل والرخص، ما عندك ما دير له، ترفد السلاح قدامه وانت مجرم ارهابي، تخرج مظاهرات انت خائن عميل، لا عندك ما دير. الحل الوحيد انك تروح تعيش في دوله اللي استعمراتك، تروح تقول لهم تطلب اللجوء عندهم وتقول لهم راني جاي نعيش عندكم وسمحوا لنا اللي ربحنا لكم العيب، رانا جايين نعيشوا عندكم. درت حراك، سرقوا لك الحراك كما سرقوا لك الثوره، سرقوا لك الحراك تاعك ومسحوا لك فمك، قالوا لك صح انا جبنا لكم رئيس، هذا هو الرئيس اللي صح راح يدير الجزائر الجديده ومنا. انت فلسطيني يرحم بابك تقول له انت تتحرر، ندعمك الجزائر، تدعم فلسطين وتدعم باش روح ادعم شعبك يا رب العالمين. ما عندوش باش يغتسل، يطلع ايدي كوهيل هذاك ولا اسمه هذاك واش يعيطوا الاخر هذاك نسيت اسمه، المهم هذوك الصحفيين افاخاي ادراعي هذاك يطلع يقول لك شعب الجزائر اللي مشتاق لقمه عيش، مشتاق ياكل العدس،
يتكلم على الحريه. انت واش درت بالحريه؟ 61 سنه استقلال، يا رب العالي رانا عايشين والله العلي العظيم يعني في القرون الوسطى. 61 سنه استقلال، نهب لي الثروات، نهب لي المال العام، غلق لي الجزائر، كهول يعني لا يتقنون لا يعني الاداره والله لا علاقه لهم بها. دوله عايشه في القرون الوسطى، جيت تقول لي نتايا انا احسن مثال، شوفوا الجزائر قدمت 9 ملايين. لو كان الفلسطيني يعرف انه يقدم 9 ملايين شهيد ومن بعد يعيش كما راك عايش نتايا ويولي يحلم بالعيش في الدول الاوروبيه ولا العيش عند المستعمر، يقول لك يا خويا علاه نقدم 9 ملايين وعلاه هذه اللي علاه نتعب روحي وتسيل دماء وكذا ومنا. يا خويا ما لا نعيش نقبل بالاستعمار وخلاص. الى يحكموني عباد يديروا فيا اكثر ما دار فيا المستعمر، ينعلبوه استقلال. الجزائر أسوأ مثال للحريه والاستقلال. لما تتكلم على الجهاد في فلسطين بلع فمك، ما تهدرش على الثوره الجزائريه، لانه الفلسطيني كيشوف كيفاش عايش يقول لك يا اخي والله عندهم الحق. شوف الجزائريين داروا ثوره وكذا ومنا وقدموا شهداء وماتوا الرجال وكذا، ومن بعد في نهايه المطاف مسكين باش يغسل يعني نفسه من الجنابه، باش يدوش من الجنابه يستنى شهر كامل وهو يستنى في العين باش تجيه هذه حياه هذه. يعني يقول لك هنا على البواب باش ناكل طبق من العدس، يعني ندير طابور تاع 4 ساعات باش ناكل طبق عدس. يقول لك يا اخي هذه راهي معيشه اللاجئين ومعيشه المخيمات وكذا، خليني مع المستعمر احسن. لهذا السبب لا تضرب المثال بثورتك، لان الثوره الجزائريه مسروقه. روح استرجع الثوره نتاعك وعيش طعم الاستقلال ومن بعد تكلم على تحرير فلسطين.